جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أكتر واحد له حق علي بحسن الصحبة وجميل العشرة ولطيف التعامل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك شالتك في بطنها 9 أشهر، كل يوم تكبر، كل يوم يزداد ألمها. ينام الجميع وهي حملانة فيك، تنام على شقها الأيمن فترفسها رفسة فتعرف بأنك متضايق، فتنام على شقها الأيسر فترفسها رفسة، فتنام على ظهرها وهو أشد المواضع ألما عليها، لكن تقبل به لا لشيء سوى لأنك امتنعت عن الرفس. أمك عشان لما عمرك بقى 14 سنة ويمكن أكثر، وبقى وزنك أثقل من وزنها وجسمك أثقل من جسمها، تشيلك كل يوم وترفعك وتقطع بك الفيافي، لأنك بقيت من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولازم توديك كل يوم المركز وتجي راجعة أملا في أنك بكرة تكون أحسن زول. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أمير المؤمنين، إن أمي لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري. أمي ما بتقضي حاجتها في الحمام إلا وأنا شايلة على كتفيني، أوفيتها حقها؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا، ولا طلقة، يعني ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة، لأنها كانت تفعل ذلك وهي ترجو بقاءك، وأنت تفعل ذلك وأنت ترجو ذهابها. إذا كان هذا الرجل بيبر أمه وبيسأل عن النتاج وسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له ولا طلقة، طب كيف باللي أمه بتطلب منه كوباية موية ويتلكأ؟ كيف باللي تطلب منها أمها إن هي تنظف لها جزء من البيت أو تأمرها بأمر وتتأفف؟ ولا تقل لهما أف. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: لو كان هناك كلمة أقل من أف لذكرها الله. فقام الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تاني بعد ما عرف أنه أحق الناس عليه أمه، فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ منو تاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك، لأنه أعظم قربة وأقرب دعوة وأسرع استجابة لما ترفع أمك كفها لله عز وجل وتدعي لك، بل إنه أعظم 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 باب لكفارة الذنوب وللمغفرة أمك. جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما وكان قاعد في حلقة بتاع الطلبة، والرجل اللي جاء ده أذنب ذنب كبير، فجاء لابن عباس قال: يا ابن عباس، أذنبت ذنبا كبيرا. وقام حكى له الذنب، قال: ألي من توبة؟ في توبة أقدر أتوب بها من الذنب ده؟ فقام ابن عباس سأله سؤال عجيب، قال: ألك فقال الرجل: لا. فقال ابن عباس: اذهب واستغفر واكثر من الصالحات. واحد من الطلبة استغرب، فقام سأل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: يا إمام، يسألك عن التوبة وتسأله عن أمي؟ فقال ابن عباس: والذي نفسي بيده ما من عمل وجدته أحب إلى الله من بر الأم. تستغرب لما تلاقي واحد بلغ من العمر ما بلغ ما قبل يد أمه مرة في حياته. بالله عليك، آخر مرة قبلت يد أمك 200؟ يقول لك والله أنا بخجل من الناس، ما تعودت، العادات. ده ما عادات، ده دين، ده أجر. برك لأمك بتقبيل يدها ده يفتح عليك أبواب رزق لا أول لها ولا آخر. يهدي أمك قاعدة جنبك، قوم حاسة قبل رأسها ويديها وقول لها: رضاك علي يا أمي. أمك حاسة قاعدة جنبك، قومي حاسة بوسي راسها ويديها وقول لها: يا أمي رضاك علي. خليه ورد ثابت ليكي صباح ومساء عشان ربنا يفتح عليكي دنيا وآخرة. ولو عايزين تعرفوا عظمة النعمة اللي انت فيها واللي انت فيها، فاسألوا من فقد أباه وأمه. بيتمنى الواحد منه منى دقيقة، مش عشان يبوس يدها، يجيب رجلها كده ويخط راسه في الأرض ويخط رجلها على راسه ويقول لها: بس أدعي لي وارضى علي.
فقال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ثم أي؟ عرفت يا رسول الله بأن أهم زول عندي أمي، وعرفت بأنه أهم زول تاني تأكيدا علي أمي. منو تاني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. أمك أمك، عشان اللي بيسيب أمه بالأسبوع وبالأسبوعين، ويمكن بالشهر والشهرين، ويمكن بالسنين، لا شافها ولا سمع صوتها إلا كل شهرين 3 مرة بتلفون، ما عرفت تاكل من وين، تشرب من وين، بيخدمها منو، مبسوط بالقرشين 3 بيرسلهم ليها كل 3 شهور، وشايف كده إنه وفق وإنه قضى حقه عليها، وكأنما لم يسمع قول الله عز وجل: صاحبهما في الدنيا معروفة، وكأنما لم يسمع وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لغاية ما يسمع خبر وفاته، وبعد كده يجي يعزي زيه زي المعزين واحد. أمك اللي بقى تقيل عليك وعلى زوجتك رعايتها، لأنها كبرت في السن وبقت تتبول في السرير، وعشان كده بسيطة أنت لأخوك، وأخوك باصها لأختك، وأختك رجعتها لك عشان ريحة الملايات والبيت وكده. رفستها وانت صغير، ولما كبرت واشتد عودك وهذلت هي واحتاجت إليك عاودتها فرفستها مرة أخرى. متضايق، مقصر، حاسس إنه ربنا ما راضي عنك، أمورك جايطة وما لاقي لها حل، كل مرة مقفلة، أمشي لأمك، قبل رأسها ويديها، واقعد لها في الأرض، واجلس بين قدميها، وإن استطعت أن تقبل لها قدميها فافعل، وقل لها: يا أمي أدعي لي، أنا تعبان.